قلتش حاجه، انا قلت لك ايه؟ متحدث الزمالك بيقول اي كلام في الهوا. اسره امين الشرطه المتوفي الله يرحمه رفعت قضيه او رفعت شكوى للنائب العام ضد متحدث الزمالك احمد سالم علشان خاطر كلمه رعونه. ده الكلام اللي انا قلته. قلت ايه اللي هيحصل؟ يعني انت صعبت موقف احمد فتوح. ليه الكلام ده؟ ليه تقول كده؟ فأسرة المتوفي قدمت شكوى للنائب العام ضد متحدث نادي الزمالك الأستاذ أحمد سالم بسبب يعني يعتبر هجوم على المتوفي الله يرحمه. ما كانش له داعي أصلا التصريح ده، وكان المفروض إن أنت أول ما خرجت تتكلم تقدم اعتذار لأسرة المتوفي وإن إحنا معاكم في أي شيء وكل الكلام الحلو الجميل ده، اللي هو إن نروح نزورهم ونعزيهم ونتوصل لحل إن ندفع الدية. لان الراجل مش قاصد انه يقتله، مش متعمد مثلا ولا متربص بيه، انما ده يعني قتل خطا، وان نقدم اعتذار وصفحه الزمالك. انما لو صفحه الزمالك قدمت اعتذار لرئيس النادي، المفروض اقل شيء رئيس النادي، الراجل ده موظف في وزاره الداخليه، طب اطلع قدم اعتذار للداخليه، قدم اعتذار لاسره المتوفي وعزيهم عشان خاطر تتحسن المنظر، حتى الناس تتعاطف معاك. انما ده انت كل ده هتحطه في اللاعب اضطريته اللي كان ممكن مشكلته تتحل. لكن للاسف شوفوا التعامل يا جماعه مع القضيه، ويجي بيجيب لك الاهلي ويتكلم عن الاهلي. اهلي ايه وبتاع ايه؟ ده بالنسبه لاحمد فتوح، وندعي له ربنا يفك كربه، ربنا يفك كربه ويعني مع حظه السيء. الموضوع الثاني، اتحاد الكوره يطلب من بيريرا رئيس لجنه الحكام انه يستمر مع الاتحاد الموسم اللي جاي. انا مش بيتهيألي كان الزمالك عايز الراجل ده يمشي؟ بيتهيألي كان من طلبات الزمالك ان بيريرا يمشي ولا فيريرا يمشي. فيريرا مستمر معاك اهو، بس طالبين شرط بس يخفض راتبه شويه، وممكن الراجل يخفض راتبه شويه ويستمر. فين بقى يا نادي الزمالك؟ مشكله نادي الزمالك يعني يا جدعان، على فكره ده مش شيء يعني انا مش مبسوط ان نادي الزمالك واقع بالطريقه دي. انا كاهلاوي مش مبسوط، بالعكس انا عايز الزمالك يبقى صاحي ويبقى ماشي ويبقى كويس ويبقى فريق اداره ممتازه. انما ما فيش للاسف اداره الزمالك كنادي كمؤسسه كانت حاجه 100 100 حاجه محترمه. ما قدروش غير اولاده او اللي بيعتبروا نفسهم اولاده، انما هم مش اولاده. اولاد الزمالك مش موجودين، ده كل دول اللي بياكلوا عيش بس، اللي بياكلوا عيش وبيتاجروا باسم الزمالك وبيتاجروا بجمهور الزمالك وبعاطفه الزمالك وبعاطفه جمهور الزمالك، بعواطف جمهور الزمالك. للاسف الشديد مفيش اداره يعني بروفيشنال تشتغل صح، تشتغل لمصلحه النادي، بتشتغل ان هي ازاي تقوم النادي. انت عارف لو المجلس ده يعني لو يعني لا قدر الله يا رب ما يكتب ده على الاهلي، لو الاهلي في الموقف ده، انا من الناس ان انا ممكن اقترح على الاهلي انه لا تشتري لعيبه ولا تجيب صفقات، وقوم نفسك باولادك باللعيبه اللي عندك لحد ما تخرج من ازماتك الماليه وتبدا امورك تمشي، وبعد كده نبقى نشوف بقى موضوع صفقات وغيره، حتى لو مش هاخد بطولات لمده سنتين. انما انا مش قاعدين ندمر في النادي، مديونيات من هنا وشكاوى من هنا واتحاد دولي وفيفا ومحكمه رياضيه وده بيعمل وده بيسوي ايه الكلام ده. فده بالنسبه لنادي الزمالك. شوف التلاعب بقى على النادي دلوقتي. بن شرقي اللي بيقول لك انا جاي عشان الجمهور وجمهور الزمالك، يعني بقول لك الصفقه اللي طالبها الجمهور. بن شرقي وكيله سرب للاعلام ان بيراميدز داخله في التفاوض مع اللاعب. رجع الزمالك لنادي بيراميدز قال لهم يا جماعه احنا ما دخلناش في مفاوضات مع اللاعب. تفاجئوا ان اللاعب بيعمل كده او وكيله بيعمل كده علشان خاطر يعني يحسن من شروط التعاقد مع الزمالك. ما انا بقول لك عاطفه جمهور الزمالك دي برضو عامله مشكله. انت شوف عواطفك عامله ايه، واللاعب ما بيفكرش فيك اصلا، ده هو عايز فلوس. وما تقوليش يعني بتقولش ما هو انت معترض انه عايز فلوس. يا عم انا مش معترض انه عايز فلوس، بس مش متنازل. هو اللاعب مش متنازل علشانك اصلا. يعني اللاعب مسرب ان بيراميدز بتتعاقد معاه عشان خاطر مسؤول الزمالك يرفعه من العرض شويه او يحسنوا شروط العرض شويه. فين بقى اللي انا حب جمهور الزمالك وحب نادي الزمالك والكلام ده؟ فين؟ مفيش منه ده. اللي بعد كده الزمالك عايز يفسخ تعاقد اللاعب اللي اسمه زياد كمال اللاعب اللي اسمه زياد كمال اللي هو جايبينه من ام بي ار، عايزين يفسخوا العقد بالتراضي. لك ان تتخيل ايمن الشريعي هيعمل معاهم ايه؟ ايمن الشريعي بيقول لك انا هاخد كل ما نص عليه العقد، كل اللي في العقد الزمالك هيدفعه، انا مش هتنازل عن شيء. هما دلوقتي في مفاوضات ان هما ازاي ينهوا التعاقد. طب انت مين اللي عمل العقد ده من الاول؟ مين اللي عمل العقد ده؟ مين اللي عمل العقد الكارثي ده؟ فده شغل اداره. الاهلي ماله بقى؟ انا عايز اسال هنا سؤال، يعني في عقد زي زياد كمال ده اللي الاهلي ايه دخله في فشلك ده؟
في بن شرقي، الاهلي ايه اللي دخله في فشلك ده؟ متحدث الزمالك، الاهلي ايه اللي دخله في فشلك ده؟ يبقى انت اللي بتفشل نفسك، الاهلي ملوش علاقه بيك. والحمد لله على نعمه الاهلي. خبر بيقول دلوقتي صفقه اشرف داري على وشك الانتهاء، او مش على وشك الانتهاء، الاهلي قدم عرض رسمي النهارده للنادي الفرنسي علشان خاطر اللاعب ينتقل للنادي الاهلي، واللاعب مرحب. بس يعني المفاوضات بدأت النهارده، والاهلي ارسل عرض رسمي للنادي الفرنسي. انا طبعا ما اتاكدتش من قيمه العقد، يعني عشان كده مش هقول لكم رقم، انا ما اعرفش قيمه العقد كام. واللي انا عارفه ان النادي الفرنسي اشترى اللاعب ده من الوداد المغربي يعني بمبلغ كبير. قيمه العرض كام ما نعرفش لسه. هو غالبا ان يكون الاهلي هيعرض 2.5 مليون يورو او 2 مليون يورو لضم اللاعب، واللاعب مرحب جدا. اللاعب صديق ل يحيى عطية الله، وده طبعا مسهل الموضوع. واللاعب نفسه يلعب في بطولة كأس العالم للأندية، يسوق نفسه أكتر وينتقل يمكن لأندية أوروبية مثلا في الوسط، أو الأندية المتقدمة في الدوري الأوروبي والأندية الأوروبية. فبإذن الله تنجح الصفقة دي. اللاعب مميز صراحة، شفت له مشاهد كتير، شفت له مقاطع، ما شاء الله، يعني مدافع يعني قريب من محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم صراحة يعني يا رب الاهلي يقدر يعوضه، ويا رب الاهلي يقدر يعوضه بحد من اللعيبه المحليين. يا رب الاهلي يقدر يعوض محمد عبد المنعم من اللعيبه المحليين. النادي الاهلي فعلا عنده مشكله في الدفاع. عندك ربيعه طبعا يعني لعيب كويس، عبد المنعم مشي، فالاهلي محتاج يعوض برضه من الدوري المحلي. شكرا لحضرتك.